السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين إيه؟ كل سنة وأنتم بخير وصحة وسعادة يا رب، ويعود عليكم الأيام لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم آمين. بُصّوا بقى، صلاة العيد كانت حاجة النهارده روعة وتحفة، وما أقولكوش يعني على راحة النفس وعلى الفرحة وعلى الناس كلّها بتعيّد على بعض والناس كلّها بتسلِّم على بعض، كان بصراحة منظر يعني يقشعر الجسم. بُصّوا بقى، ده تالت مكان نروحه، يعني رُحنا شرق المدينة في ميامي ما عرفناش نُقف، رُحنا 45 قبلي برضه ما عرفناش خالص، في الآخر رسينا رُحنا المعهد الديني ولقيناه زحمة برضه اللي إحنا مصلّيين فيه ده في العصافرة، وبرضه لقيناه زحمة موت زي ما أنتم شايفين، بس إحنا دخلنا بقى وصلّينا، يعني ده كده اللي أنتم شايفينه ده يعتبر إيه، آآ أقل مكان. بس يا حبايب قلبي كل سنة وأنتم طيبين كمان مرة ويعود عليكم الأيام بخير يا رب وهنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ويلا بينا نبدأ صلينا العيد وجينا من صلاة العيد حطينا الحلة على النار وحطينا فيها اللحمة بتاعتنا دي وهنعمل أحلى شوربة وأحلى فتة سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفطرنا بيها ونمنا بقى وما حسيناش بأي حاجة ولسه صاحيين من النوم قُلت أنزّل لكم الفيديو، كانت عاجباني أوي اللقطة بتاعة الصلاة دي، بنروح يعني ولله الحمد طبعًا في كل عيد بنصلّي وكده، بس النهارده كان في فرحة، كان في الناس واقفة حابة بعض، الناس في طمأنينة، تحسّي إن أنتِ بتصلّي مع قرايبِك وأهلِك. عملنا الشوربة دي بقى نرجع لطبختنا وحطيناها تستوي على النار، وبعد ما حطينا لها بقى إيه الشوربة بتاعة الفتة بقى مش عايزة يعني إيه، آآ كلكعة كتير، يعني المَيّة وحطينا اللحمة، شِلنا الريم من على الوش، ورُحنا حطينا الطماطماية بتاعتنا والبصلاية وفصين توم ونُص ليمونة وشوية طبعًا لمّا غليت لها حبّة، حطينا شوية الملح وشوية الفلفل الأسمر و وشوية حبّهان، وسِبناها تغلي مع نفسها بتطلع شوية شوربة لوز اللوز. أخدت بقى إيه، أنا طبعًا هنا كنت حطيت الملح. خدت شوية شوربة على الرز، أنا كنت هاحط الشوربة أسقّي بيها الرز كلّه، فافتكرت إن أنا حطيت ملح في الشوربة وملح على الرز وأنا باشوّحه، فأخدت بس مغرفتين زي ما شُفتوا كده يدّوا طعم بس دسامة شوية للرز، وبعد كده رُحت مكمّلة إيه، مَيّة سخنة. عملنا برضه الرز بتاعنا وركناه على جنب كده ووطّينا عليه النار يتشرّب ويعيش حياته براحته، وجبنا العيش بقى الناشف أو المقمّر اللي هو بتاع الفتة. هو طبعًا ناشف مقمّر، بس الخطوة دي بقى بتاعة التحميصة العيش دي بتدّي العيش مثلًا لمّا بتيجي تحطّي الشوربة على العيش المقمّر على طول من غير ما بتدّي له الخطوة دي، بيبقى زي إيه، يعني معجّن كده، لكن لمّا بتدّي له رشة الملح ورشة فلفل أسود وتحطّي له يعني ربع معلقة سمنة مثلًا أو حبّة زيت وتشوّحيه حلو أوي، بيبقى زي الشيبسي، ولمّا تيجي تبلّيه أو تحطّي له الشوربة يعني، مش بيبقى معجّن، بيبقى يعني عارفين يعني بيبقى في تَكّة بسيطة كده بيحسّسِك بريحة وطعم العيش، بتبقى حاجة تحفة، عايزة فتّة مِيّة، مِيّة، اعملي الخطوة بتاعة العيش وتحميصة العيش دي. وبعد كده جِبنا الطاسة دي وحطّينا فيها زيت وحطّينا فيها التوم اللي إحنا مقطّعينه كده، طبعًا الفتّة عايزة توم سليم يتقطّع زي ما أنتم شايفين، مش عايزة التوم المهروس بتاع الفريزر ده، دي ليها طعم ونكهة أحلى برضه. خلاص، رُحنا عملنا إيه بقى، شوّحنا التوم، حطّينا عليه الخل، وبعدين حطّينا عليه مغرفتين شوربة، وسِبناه غلى شوية، وحطّينا على العيش بقى، نحط مغرفتين من الشوربة بالخل على العيش، وشوربة عادية من غير خل، حطّينا شوية وشوية على قد الكمية اللي أنتِ هتبلّي بيها العيش بتاعِك، تمام كده، وبعد كده غرفنا الرز زي ما أنتم شايفين كده، وهاقول لكم هنعمل إيه دلوقتي، بس الصلصة بقى اللي هناك دي فص توم برضه، شوية زيت، طماطمتين مبشورين أو مضروبين في الخلاط، وسِبناهم غلوا حبّة كده، ويا دوب أنا هالوِّن بيها بس، يعني مش صلصة كتير يعني لأ. بُصّوا بقى حطينا العيش وحطينا الشوربة وحطينا الرز، ورجعنا نعمل إيه، حطينا تاني الشوربة بالتوم بالخل، خلاص كده؟ هنحط شوية الصلصة دول مش كتير، وبعد كده طلّعنا اللحمة عليها أهو، وبعد كده شوية الشوربة أهُم وحاجة لوز اللوز، وكل سنة وأنتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.